ما من ذنب كبيرا كان أو صغيرا إلا وللعبد منه توبة، ليس هناك ذنب لا توبة فيه. الكفر والشرك والنفاق وقتل النفوس غير ذلك كلها قابلة للتوبة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. هؤلاء أمضوا أعمارهم في الكفر، وهكذا خاطبهم الله عز وجل، فإنهم إن انتهوا وتابوا إلى الله غفر لهم كل ما فعلوا في السابق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، فليس ذنب يخرج عن التوبة، كل الذنوب فيها توبة، ويقبل الله التوبة منها ويمحوها سبحانه وتعالى. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهؤلاء قال الله عنهم سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا ذنب فوق التوبة، وقد قال الله تعالى: وأنا التواب الرحيم، أي كثير التوبة الرحيم بهم. فالله يقبل توبة الكافر والمشرك، فكيف بغيره من الذنوب التي دون الكفر والشرك. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.